ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن كلب من اجمل انواع الكلاب، وهو كلب الراعي السويسري الابيض. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من سويسرا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1966 تقريبا. ثانيا، شكل النوع. شكله جميل جدا، بتكون فروته كثيفة طبقتين، ولونه بيكون ابيض. بيشبه كتير الجيرمان شيبرد، ولكنه نوع مختلف. ارتفاع النوع بيتراوح من 55 ل 66 سنتي، ووزنه بيتراوح من 25 ل 40 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. بيستخدم ككلب راعي وحراسة وعائلات. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي جدا، ولكنه مش بيرحب بالغرباء. منتبه طول الوقت وبيتعلم بسرعة، وفي جدا جدا لصاحبه وعيلته. خامسا، رأيي الشخصي. الكلب ده هيحتاج تدريب كتير عشان يتعود على الناس، لأنه طبعه مش اجتماعي. بالرغم من شكله الجميل، ولكنه ممكن يبقى شرس جدا. مش من الأنواع اللي تجيبها وتسيبها، لأنه هيحتاج يكون معاك طول الوقت بسبب ارتباطه الرهيب لصاحبه. من أنواع كلاب الشخص الواحد. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.